أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة الجامعة الكبيرة, taught by our 10th Imam Hadi alayhi salam, to address any one of the Imams alayhi salam. It is recommended at any time. Allama Amini, the author of Al-Ghadir, says, one who understands this beautiful ziyarat has indeed perceived the concept of imamat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الهدى ووصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وناصر الأبرار ودائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبي وصفوة المرسلين ويترة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وأعلام التقى وذوي النهى وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته. السلام على الدعاة إلى الله والأدلة على مرضاة الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين
الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والضادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر وبقية الله وخيرته وحزبه وعيبة علمه وحجته وسراته ونوره وبرهانه ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده المنتجى ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته اصطفاكم بعلمه وارتضاكم لغيبه واختاركم لسره واجتباكم بقدرته وعزكم بهداه وخصكم ببرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورضيكم خلفاء في أرضه وهججا على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لبهجه وأركانا لتوحيده وشهداء على خلقه وأعلاما لعباده ومنارا في بلاده وأدلة على صراطه. قسمكم الله من الظلام وآمنكم من الفتن وتاركم من الدماس وذهب عنكم الرجس وتاركم تتثيرا وعظمتم جلالا وأكبرتم شأنا ومجدتم كرما وأدبتم ذكرا وبكتم ميثاقا وأحكمتم عقد طاعته ونسأتم له في السر والعلانية ودعوتم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر
وجاهدتم في الله حق جهاده حتى اعلنتم دعوته وبينتم فرائضه وأقمتم حدوده ونشرتم شرائع أحكامه وسننتم سنته وسرتم في ذلك منه إلى الرضا وسلمتم له القضاء وصدقتم من رسله من مضى فالراغب عنكم معرض واللازم لكم لاغب والمقصر في حقكم ظاهر والحق معكم وفيكم ومنكم وإليكم وأنتم أهل ومأذن وميراث النبوة عندكم وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم وفصل الخطاب عندكم وآيات الله لديكم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم والوالاكم فقد والى الله هر که شما رو دوست داره خدا رو دوست داره و من آداکم فقد آد الله دشمن شما دشمن خداست و من ابغضکم فقد ابغض الله و من ابغضکم فقد ابغض الله و من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله أنتم الصراط الأقوم وشهداء دار الفناء وشفاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المنفوذة والباب المبتلى بالناس من أتاكم نجات هر که در خونه شما اومد نجات پیدا کرد و من لم یأتکم هلاک هر که نیومد هلاک شد الی الله تدعو و علیه تدلون و بهی تؤمنون و له تسلمون و بأمره تعملون و الی سبیله ترشدون و بقوله تحکمون سعد من والاکم و هلک من عاداکم و خاب من جهدکم و ذل من فارقکم و فاز من تمسک بکم و امن من لجأ الیکم و سلم من صدقکم و هدی من اعتصم بکم من اتبعکم فالجنة مأواکم هر که از شما پیروی کنه جایگاهش بهشته و من خالفکم فالنار مثواکم هر که مخالف شما باشه جایگاهش دوزخه و من جعدکم کافر و من حاربکم مشرک هر که شما رو انکار کنه کافره هر که با شما به جنگ مشرکه و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم اشهد ان لا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي وأن أرواحكم ونوركم وتينتكم واحدة تابت وتورت بعضها من بعض خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه مهتدين
حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلهب لاهب ولا يفوق فائق ولا يسبق سابق ولا يطمع في إدراكه تامه حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن صالح ولا فاجر صالح ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شهيد إلا عرفهم جلالة أمركم وإذا خطركم وكبر شأنكم وتمام نوركم وصدق مقالدكم وثبات مقامكم وشرف محلكم ومنزلتكم عنده وكرامتكم علي وخاصتكم لدي وقرب منزلتكم من أبي أنتم وأمي وأهلي ومالي وأسرتي وشهد الله وشهدكم أني مؤمن بكم وبما آمنتم به كافر بعدكم وبما كفرتم به مستبصر بشأنكم وبضلالة من خالفكم مبال لكم ولا أولياءكم مبغض لأعدائكم ومعاد لهم سلم لمن سالمكم وحب لمن هاربكم محقق لما حققتم مبتل لما ابتلتم مطيع لكم عارف بحقكم مقر بفضلكم معتمد لعلمكم محتجب بذمتكم معترف بكم مؤمن بإيابكم مصدق برجعتكم منتظر لأمركم مرتقب لدولتكم منتظر دولة شمائي آخذ بقولكم عامل بأمركم مستجیر بکن شبای ماه رمضانی به شما پناهنده زائر لکن بگم هرچه هستم زائر شما لایقون به قبورکم مستشفعون الله عز و جل بکن و متقرب بکن الی و مقدمكم أمام تلبتي وأبائجي وإرادتي في
كل أهوالي وأموري مؤمن بسركم وعلانيتكم وشاهدكم وغائبكم وأولكم وآخركم ومفوض في ذلك كله إليكم ومسلم فيه معكم وقلبي لكم مسلم. امشب دلم تسلیم شماست، با یه نگاه ولایتی دلم و تغییر بدید طوری بشه که خدا میپسنده، مورد پسند شماست. و رأیی لکم تمام و نصرتی لکم مقدم حتی یحیی الله تعالی دینه بکم و یردکم فی ایامه و یدرکم لقدره و یمکنکم فی ارضه فمعکم لا مع غیرکم. با شما هستم، با شما تا زندم، دست از دامن شما نمیکشم، جای دیگه نمیرم. آمنت بکم و تولیت آخرکم بما تولیت بهی اولکم و برئت الی الله عز وجل من اعدائکم و من الجبت و الطاغوت و الشیاطین و اذبهم الظالمین لکم الجاهدین لعبدکم و المارقین من ولایتکم و الغاصبین لارثکم الشاکین فیکم المنحرفین عنکم و من کل ولیجة دونکم و کل مطاع سواکم و من الائمة الذین یدعون الی النار و ثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم و وفقنی لطاعتکم و رزقنی شفاعتکم و جعلنی من خیار موالیکم التابعین لما دعوتم الی و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی بهداکم و یحشر فی زمرتکم و یکر فی رجعتکم و یملک فی دولتکم و یشرف فی عافیتکم و یمکن فی ایامکم و تقر عینه غدا برؤیتکم و ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی من اراد الله بدا بکم و من وحده قبل عنکم و من بسده توجه بکم موالییم لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنحکم و من الوصف قدرکم و انتم نور الاخیار و هدات الابرار و حجج الجبار بكم فتح الله و بكم يختم و بكم ينزل الغيث و بكم يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بكم ينفس الهب و يكشف الضر و عندكم ما نزلت به رسله و هبطت به ملائكته و الى جدكم بعث الروح الامین آتاكم الله ما لم یؤت احدا من العالمین
ساعت كل شريف لشرفكم وبخى كل متكبر لطاعتكم وخضع كل جبار لفضلكم وذل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك الأرض النوار وعلى من جاد ولايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أهلا أسماءكم شیرین تر از نام شما چیه و عظم شأنكم و جل خطركم و اوفا عهدكم از شما با وفاتر کیه و اصدق وعدكم کلامكم نور کلام شما همه نوره و امركم رشد امر شما فرمان شما رشده و وصیتكم التقوی وصیت شما تقوا و پرهیز از گناه و فعلكم الخیر کار شما همه خیره و عادتكم الاحسان شیوه شما عادت شما احسان کردنه مگه نبود گفتیدم آقا امام حسن نشسته داره غذا میل میکنه یه حیوانی سگ مقابلش نشسته آقا یه لقمه خودش میل میکنه یه لقمه جلو سگ میاندازه میگه گفتم آقا اجازه بده یه حیوان رو ردش کنم فرمود نه نمیخوام زیروهی در خونم بیاد چیزی بهش ندد دست خالی برش گردونم عادتكم الاحسان و سجیتكم الکرم و شأنكم الحق و الصدق و الرفق و قولكم حکم و عتم و رأیكم علم و علم ان ذكر الخير كنتم أقبله وأسله وفره ومعدنه ومأواه ومنتهاه اگه جایی اسمی از خیر و خوبی برده بشه اولش اصلش فرعش جایگاهش آخر خیر شما خانوادگی بهبی انتم و امی و نفسی کیف اصف حسن ثناکم و احسی جمیل بلائکم و بکم اخرجنا الله من الدون و فرج عنا غمرات الکروب به وسیله شما خدا ما را از ذلت و خاری نجات داد و فرج عنا غمرات الکروب به وسیله شما گرفتاری ها را از ما برطرف کرد و انقذنا من شفاجر فی الهلکات و من النار بهبی انتم و امی و نفسی به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و
تلفت الفرقة وبموالاتكم تقبل الطاقة المفترضة ولكم المودة الواجبة والدرجات الرفيعة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا بین من و خدا گناهانی هست لا یأتی علیها الا رضاکم برطرف نمیشه مگر به رضایت شما و به حق من اعتمنکم علی صدقه واجتباکم بقدرته واستراكم امر خلقه وقرر طاعتكم لطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي فإني لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله. اللهم إني لو وجدت شفاعا أقرب إليك من محمد وآل بيت الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتم شفاعي. یعنی خدا اگه بهتر از محمد و آل محمد پیدا میکردم، اگه از اینا نزدیکتر به تو کسی رو پیدا میکردم در خونه اونا میرفتم اونا رو شفیع قرار میدادم. فبحقهم الذی اوجبت لهم عليك اسألك ان تدخلني في جملة العارفين به وبحقهم وفي زمرة المرحومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.